ريم البارودي بيسألوها عن الحاجات اللي ما بتحبهاش خالص، قالت لهم ما بحبش الراجل يعني اللي لابس حلق، ما بحبش اقعد جنب راجل لابس حلق يعني. ده خلال اللقاء في برنامج واحد من الناس مع عمرو الليثي، واللي ناس كتير جدا ربطت الكلام ده بأحمد سعد لأن أحمد سعد بيلبس حلق. ويعني في ناس منها يعني ردوا قالوا انه احمد سعد خلاص بيتجوز دلوقتي ومش فاضي للمشاكل بتاعتها خالص. وفي ناس تانية قالت لا دي ما تقصدوش، هي بتتكلم كده في العموم يعني. وبصراحة في العموم كده موضوع الحلقة ده اساسا موضوع مش مزز يعني، مش حلو. واحمد سعد نفسه قال ان هو بقى الناس بتنتقده يعني وبتقول له ايه الكلام الفارغ ده وكده، وهو نفسه ما حبوش يعني، هو نفسه ما حبش موضوع الحلقة ده. وبصراحة يعني هي حتى لو قالت كده وتقصده فهو راجل غير الحلقه مفيش مشكله، ولو ما تقصدوش فهي كلامها صح. بصراحه الموضوع الحلقه ده موضوع رخم جدا يعني. يعني انا واحد من الناس اللي كانت يعني بتسمع عمرو دياب بقيت اسمعه قليل قوي بعد اللوكات الجديده الغريبه قوي دي بصراحه. واحمد سعد بقى بيرد الناحيه التانيه مع عمرو اديب وبيقول طبعا انا يعني الحلقه ده لقيت الناس انتقدتني فانا مش هعمله. فعمرو اديب بيساله بقى بيقول له بص عموما، هو انت عامل الحلق ده، هو الحلق ده انت عامل له خرم في ودنك؟ قال له طبعا معمول له خرم في ودني، وانا اعتذرت عادي وممكن اردم الخرم ده عادي. بصراحه يعني برضه الموضوع كمان حلق بيتعمل له خرم، يعني ما كانش حلق لزق زي حلق اياد نصار في فيلم اولاد رزق الجزء الثاني. بس في الاخر انا عاجبني جدا ان هو لما لقى الناس انتقدته ما هاجمش، ما عملش اي مشكله، ما قعدش يقول انا حر والكلام بتاع بعض الفنانين الصعبين دول اللي مش فاهمين حاجه، بيخشوا في عناد مع الجمهور ويقول لك انا عامل اللي انا عايزه وبتاع، واحترم الموضوع خالص وشاله.